انا يعني لازم شهاده قدام ربنا، يعني بعد اذنك يا مبروك. حبيبي انا شهاده قدام ربنا. انا رحت طبعا بنفسي، كان عندي معسكر هناك وقعدت 10 ايام. صراحه انا اول ما دخلت الاكاديميه يعني من اول باب كده، عارف اللي هو يعني مش مقتنع. بعدين طلبت صديقي يعني موجود في الاكاديميه، كان هناك منتخب مصر الاولمبي بنلعب هناك ماتشين. بص يا علي، لو قعدنا نتكلم ومهما نتكلم انت لازم تشوف بعينيك. انا رحت هناك شفت 10 ملاعب، لفيت ال10 ملاعب، لو انت بتبص الملاعب زي ماجد ما قال لك، مدخلين النجيله الطبيعي مع النجيله الصناعي على احدث نجيله على مستوى العالم كلها، على زي ميكس اللي هي احدث حاجه نازله. ما عادش في الوقت النجيله بتبقى كلها ايه؟ طبيعي. احنا ممكن نعمل الطبيعي، بس انا بكلمك النجيله داخله ببعضها، ما تحسش ان هي ولا تعورك ولا اي حاجه. محمد كوشي. الميزه اللي هناك كمان ان كل ملعب بتاع منتخب لوحده فقط لا شيء. يعني مثلا المراحل السنيه 16 سنه، الملعب بتاعه ده ما فيش حد بينزله الا هم. والصيانه بعد الملعب، قبل الملعب بترش، وبعد ما يخلص الصيانه تتعمل والملعب بترش ويتقفل. مش يتقفل بها، لا، ليه بوابه عاديه. المراحل السنيه كلها عندها جيم كبير. المراحل السنيه عندها جيم كبير ومطعم مخصص لهم. الفريق الاول المنتخب الاول له اوتيل لوحده ومطعم لوحده وجيم لوحده والملعب بتاعه لوحده. ممنوع حد يجي عند المنتخب الاول. طيب فريق الانسات لهم ملعب لوحده، نفس الحاجه. عشان كده تلاقي منتخب الانسات برضه متقدم. الملعب اللي هو الكره الشاطئيه، منتخب اللي هو الكره الشاطئيه اللي هو بتلعب على اللي هو البحر ده، عامل لهم ملعب نفس الحكايه في قلب اللي هي الاكاديميه. ليه كل ده؟ وهدوء، ريكفري، فيتامينات كل لاعب اللي هو اللاعب اللي محتاج، مركز طبي على اعلى مستوى، الاجهزه اللي انت عندك اصابه وبترجع من الاستشفاء بتاعك وبترجع بسرعه. ليه كل ده؟ ما انت لازم كل ده يعني لازم يحصل كده. هل هو علي هذا عمل خارق لو اكو اراده حقيقيه؟ اليوم ايش قد ننفق؟ الاراده ودعم الدوله. ايش قد ميزانياتنا؟ وامين قال لك حاجه، هذا كله يقوله يعني. امين قال لك شنو قيمته امام هاي الاراضي؟ بغداد فاضيه. في 3 حاجات هنا مرتبطين ببعض. ايه الاول؟ قال لك ان انت في لاعب بيخش ب 2000 درهم، ما اعرفش كام، 2000 او 2500 200 دولار 200 دولار ماشي. 200 الكشافه، المدربين اللي هم بيشوفوا بعينيهم وبيجيبوا وبيدخلوا الاكاديميه، دول من غير فلوس. دعم الدوله. رابع حاجه الفيفا. شفت قال لك انفنتينو، دعم فيه من الفيفا بيدفع للدوله، الفلوس بتتاخد بتخش للدوله، بتخش الاكاديميات. زين اكبر دعم سؤال حضري، هذه ليش ما موجوده بمصر؟ هسه احنا راح نتحدث عن ليش ما موجوده بالعراق؟ ليش ما موجوده بمصر؟ حبيبي، ما احنا دي محتاجه حاجات كتيره، محتاجه سياسه من او فوق، محتاجه سياسه في وزاره الشباب والرياضه، محتاجه سياسه من اتحاد الكوره. ليش ما موجوده بالكويت؟ لا لحظه لا، واروح الصبح لحد الساعه 3 كويس. النادي مش عامل له عقد. النادي مش يا سيدي، فهمني بس يا سيدي، النادي مش عاطيله عقد. طب النادي انت النهارده انا بديك مرتب، انت هتهتم مع مين؟ مع الدوام ولا مع النادي؟ لا، مع الدوام. الدوام بيديله مرتب عالي وبيديله معاش عالي. بعد ما هيبطل كوره الدوام بتاعه والشغل بتاعه. نفس قطر. النادي لا، نفس قطر هيش كان. كابتن معايا هسه قبل معي الاستاف كله، قبل معي الاستاذ علي، الاستاف كله يعني كلهم اجانب لو استاف من داخل المغرب؟ لا، انفتاح على افكار غربيه ومستشارين وامور كثيره، ولكن واللاعبين فقط مغاربه ولا حتى مقيمين ممكن؟ لا، بامكان لو مواهب تنتمي لدول معينه من خلال ولكن دعني اقف عند كلمه مهمه. علينا ان نتحدث في العمق. لولا الاراده الملكيه والطموحات الشعبيه وفكر الرجال لما كانت أكاديمية محمد السادس التي اليوم هي بتوقيع عالمي. لو لم يكن فوزي لقجع، وهذه شهادة للتاريخ، هو رجل استثناء بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لماذا؟ دعني أن أتحدث عن كاريزما الرجل.
كيف تدرج إداريا من نهضة بركان لينفتح على أمور كثيرة من خلال الاتحاد المغربي، كيف وصل لرئاسة الاتحاد المغربي من خلال قناعة قبل مؤازرة، والأكثر من ذلك الرجل هو خبير اقتصاد يمتلك شهادات عالمية. ما له دخل بالرياضة. ورغم لا كده بالعكس هو خليط لا اسمح، هو خليط ما بين عاشق كرة القدم والإداري الذي تدرج والاقتصادي الذي يتحكم في اقتصاد المغرب من خلال خطط وقراءات. فوق كل ذلك الرجل اشتق من اسمه كلمة فوزي كلمة فوز ليترجمها ميدانيا من خلال انفتاحه على العلاقات الخارجية. رجل ذكي دبلوماسي فتح قنوات الاتصال مع أهل الكرة على امتداد إفريقيا، كيف فرض الحضور كاسم استثنائي، كيف تحول لعضو في الاتحاد العربي، كيف فتح أبواب الفيفا، كيف أضحى إنفانتينو يستشيره في أمور كثيرة. شوف بس أقول لك حاجة بس، والله أقول لك حاجة بس خلينا بس أكمل. شوف احنا لو عندنا اليوم العراق عندها كل الامكانيات وعندها رئيس دوله في هدفه. اي هو نصف عراقي، نصف